خلينا نشوف هذا المكان. نكتب فيلا هيا اسكندرية. نروح على الايمج. اوه واو، مثل ما شايفين يا جماعة شلال، وبعدين تحت بتشوفوا مطعم، وبالمطعم كمان بمر المي. واو. مرحبا معكم ايفيديس، جاتك اليوم مع فيديو جديد. حاليا يا جماعة الساعة 7:11 دقيقة. بفلوق اليوم رايحين على مكان اسمه فيلا اسكاديرو. طبعا انا امبارح اشتريت هيدي الشنطة وجواتها في ترايبود انا حطيتهم هلا قبل شوي عشان الرحلة، وكمان اهم شي ناخد معنا الجو برو عشان نصور تحت المي. احنا هلا بننظف الغرفة، بصير ناخد هذا الشي نحطه هون. اذا حطيت هذا الشي بعدين تبعوا الهوتيل بيجوا بينظفوا الغرفة، لأن الغرفة عن جد بدها تنظيف. اوكي انا هلا حاليا طلعت من الهوتيل. المهم هلا الرحلة لفيلا اسكاديرو تقريبا شي ساعتين. حتى نروح على فيلا اسكاديرو رح نستخدم القطار. طبعا يا جماعة بالنسبة للناس اللي قاعدين عم بيقولوا لي انه الفلبين بتستحق حتى تسوي سياحة، اكيد و100% بتستحق سياحة. عن جد في اشياء كتير هون مش قادرين نخلصها. بالنسبة للعيشة هون بالنسبة للفلبيني العيشة كتير غالية، بس اذا انت جاي من برا مثلا من دول عربية او دول اجنبية، لما تحول الفلوس على فلوس فلبينية بتكون الفلوس الفلبينية كتير. فلو انت عايش برا وبدك تدرس هون يعني رح تعيش هون ملك. فيلا هلا خلينا نكمل طريقنا لعند القطار. اجا هلا نزلنا من القطار، واحنا هلا حاليا بمنطقه اسمها هيل بويا. نزلنا من القطار لانه القطار ما بيوصل على فيلا اسكاديرو، فنزلنا هون رح ناخذ باص. باص مثل هودي مش جيبني، عشان الرحله رح تكون طويله. هلا حاليا الباص وقف عشان هيك استراحة، والناس يشتروا هون، وفي مليان بقالات. هودي البقالات اللي بالباص ستوب. اذا انت شفتوا بالطريق هيك مكان بتوقف وبتدفع، هو مثل هيك حاجز، بس حاجز بدون تفتيش، بس بتدفع على الشارع. والمكان هذا ذكرني بلعبتي يورو تراك سيميليتر لما كنت توقف وادفع عشان تمر. يلا هلا بسرعة خلينا نلحق على الباص، انا رح يمشي بعد شوي. اوكي هينا وصلنا. يلا يا جماعة رح اركب لوحدي بالترايسيكل عشان نوصل للمكان. وصلنا. اول ما دخلنا اعطونا هذا الشيء اسمه جولامن، ندوقه مثل الجلو هو. شوفوا هيدا خريطة المكان. واو واو شو هيدا، شوفوا نايس. طبعا هلا احنا رايحين متجهين ناخد جاموس
نركب عليه ونتجه على الشلال. شوفوا يا جماعة، هذا هو الجاموس، هذا هون العربانة اللي رح نركب فيها. وصلنا على الشلال، بس قبل ما نفوت على الشلال خليني اقول لكم هذا المكان لمين. هذا المكان اسمه فيلا اسكاديرو على اسم الشخص اسمه دون اسكاديرو. اسكاديرو اعتقد اسم العائلة. المهم المكان هذا كلياته هو سواه للسياحة. يعني ما شاء الله والله الارض كبيرة ما شاء الله. احفاده بعدين طوروها وسووها اماكن سياحية. اعتقد هذا قدامي يمكن اكبر شمسية شفتها بحياتي. شوفوا ما شاء الله. اوكي، هذا هو المدخل. شوفي هون، واو ورود. هذا هون المسرح وهون المطعم، اعتقد بسوي عرض او هيك شيء، والناس هون بيقعدوا ياكلوا ويتفرجوا. هذا هو النهر، والله ذكرني بلبنان. شوفوا السمك. احنا هلا وصلنا على المسبح، ما وصلنا بعد على الشلال. هذا هون مسبح للصغار وهون مسبح للكبار. واو طلع القعدة ما شاء الله. يلا هلا خلينا نستخدم تصوير الجوبرو ونصور لكم تحت المي، لانكم انتم والله يا جماعه ازعجتوني. نزل فلوج المسبح، فلوج المسبح، فلوج المسبح. خلص ها عيني بالمسبح وراح اصور لكم فلوج. طبعا هلا بيي باخذنا على مسبح ساخن بيقول. هذا هو الجاكوزي، المسبح الساخن. خلينا ننزل. هلا خلصنا سباحة بالمسبح وهلا حاليا متجهين على الشلال. البيت الحلوة هون. هوبا الزحمة. واو واو ما شاء الله. شوفوا والله الناس كيف متجمعة. حلو بهذا الشلال كمان في مطعم هون. شوفوا الناس بيقعدوا يسبحوا، مثل ما قلت لكم انه المي بتمر بين الطاولة. يلا هي مرة بالعمر، خليني اقعد مع الكاميرا. طبعا هون عندهم بوفيه وهون المشروبات. شو هيدا؟ ما بعرف والله. شوفوا هذا درايد بنانا. بنانا مشوي اعتقد، مو درايد. وهذا وصحنه بعرف انه مش مرتب، مش مهم هلا. هذا الدجاج وهذا النودلز. هذا الموز.
خلصنا من المسبح وخلصنا من الشلال وخلصنا اكل، وهلا انا حاليا رايح على الكوفي شوب. اهلي هونيك كافيه انديجو. واو مكان نايس عجيب. طبعا بالفلبين عندهم ايس كريم تبعولن الخاص. ايه هذا هو اسمه هالو هالو. طبعا هلا بعد شوي انا وبيي رح نركب بالرافتنج، بس الرافتنج هذا غير، مش بالون، هذا بامبو. شوفوا مثل هيدا رح نركب. هي بيي كان قاعد عم يجدف لوحده راح يجي ياخذني. في تمساح هون؟ لا. وصلنا إلى الغابة. بابا شو هيدي؟ هيدي خروب. فكرتها حشر. احنا هلا رح نختم المكان بهذا الشيء اسمه كاثيدرال بالانجليزي، ما بعرف شو اسمه بالعربي، بس جد المبنى للبنات رح يموتوا فيه. شوفوا كيف شكله. ما شاء الله هذا الشخص شكله غني كتير. مو شكله غني كتير، هو غني كتير، عنده كل هالاشياء ومدخل الناس على بيته. خلصنا هون التور وخلصنا كل شيء، هلا راجعين على الهوتيل. هلا احنا ناطرين باص السفر اللي بودينا على مانيلا، ومرة تانية الطريق رح يكون ساعتين. والله تعبان. وصل الباص، وصل. الحمد لله رجعت على الهوتيل. فلهون يا جماعه كنت نهايه الفلوج. اتمنى يكون عجبكم الفلوج. اذا عجبكم الفلوج لسه اعطوني اللايك والسبسكرايب، ويلا نرجع نشوفكم فيديو جديد. سلام.